السلام عليكم، مرحبا بكم. نتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو. معكم شيماء. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا مع بعض الفلافل بالحمص، طريقه سهله في المنزل. نبداو على بركه الله. اول حاجه كنوضعوا البصل، قطعوه كيف ما بغيتوا. كنضيفوا الربيع اللي هو المعدنوس، عندي هنايا كان في المجمد. شويه الماء باش كنمزجوا المكونات، وضفت عليهم الحمص. فهنايا غادي نوضعوهم في الخلاط الكهربائي. داك شويه د الماء به غادي نطحنوه. اذا قسمتوا المكونات على جوج، غادي الماء اللي غادي يتصفى لكم غادي نعاودو نطحنوا به الجزء الثاني. فكنطحنوه مزيان وكنصفيوه، كنقطروه مزيان من الماء كيف كتشوفوا القوام ديالو، وغادي نضيفوا عليه التوابل. وبالنسبه للتفاصيل غادي تجبروهم فيديو مفصل على القناه. كنشكلوا اقراص ونوضعوهم في الثلاجه حتى يتماسكوا، ومن بعد ندوزو نقليوهم من جوج جهات. الزيت كيكون سخون حتى كيتحمروا. كنوضعوهم على الورق اللي كيمتص الزيت. هنايا الساندويتش غادي نوضعوا فيه مايونيزا اللي هي بالثومه، ممكن تحضروا صوص الثوميه. ضفت معاه بعض المرافقات. غادي نلويوه ونوضعوه في الاله الخاصه او في مقلاة ثقيله على النار. تفاصيل اكثر غادي تجبروا فيديو مفصل على القناه. بصحه وراحه.